لو انت عندك مقاومه انسولين او مرحله ما قبل السكر او سكر من النوع التاني وبتقابلك مشاكل كتير ان انت مش عارف تتخلص من كل المشاكل دي، فانا بساعدك ان انت تتخلص من مقاومه الانسولين مرض السكر من النوع التاني في دوره حياتك بلا سكري. وخليني سريعا اقدر اقول لك انا ازاي هقدر اساعدك في الدوره دي ان انت تتخلص من السكر من النوع التاني، لان قدرت اساعد حالات كتيره جدا ان هي فعلا تتعافى من السكري من النوع التاني. زي استاذه منى كان التراكمي بتاعها 8 بقى 5، استاذ محمد نزل التراكمي من 11 ل 7، استاذ وحيد من 9.4 ل 4 و9، استاذ بلال من 9 ل 5، استاذ علي من 11.5 ل 4 و9، استاذه ماجده قدرت تنزله من 11 ل 5 و9، وحالات كتيره جدا قدروا يتعافوا من مرض السكر من النوع التاني. لو ده كل اللي انت محتاج تسمعه وشفت نتائج الناس، يبقى ما تترددش ان انت تحجز مكانك معانا في دوره حياتك بلا سكري، لان طبعا انا بقبل عدد محدود في الدوره الواحده، ولو ما لحقتش الدوره دي احجز مكانك في الدوره الجايه علشان تبدا معانا رحلتك ان انت فعلا تتعافى من مرض السكر من النوع التاني. ودلوقتي بقى لو عايز تعرف ازاي وليه انا بقدر اعمل ده مع الحالات في دوره حياتك بلا سكري، فكل اللي انت هتسمعه دلوقتي وعكس كل اللي اتقال لك قبل كده. هو انت اصلا عشان تخلص من السكر من النوع التاني لازم بقى تبطل نشويات، بطل عيش، بطل رز، بطل مكرونه، بطل كل الكلام ده، صح؟ خليني افاجئك بقى ان كل الكلام ده مش صح، وان انت هتتعلم معايا في الدوره ان انت تقدر تتخلص من السكر من النوع التاني من غير حرمان ومن غير ما تبطل نشويات. في الدوره انت بتتعلم حاجات كتيره قوي. اولا بتفهم افضل نظام غذائي ليك ايه، تظبط سكرك ازاي، تتحكم في الضغط العصبي بتاعك ازاي، تبني عاده صحيه ازاي. بتتعلم حاجات كتيره جدا من خلالها بتقدر فعلا تتعافى من مرض السكر من النوع التاني. لو عندك اي اسئله عن الدوره ابدا اسال وتواصل مع فريق العمل، هيديك كل الكونتنت بتاع الدوره. مستنياك واشوفكم في الدوره ان شاء الله. طول ما عندنا اراده مفيش حاجه هتوقفنا في بدايه جديده مع رحاب الشناوي. بداية جديدة